السلام عليكم. النهاردة هعرفك ازاي تعملي القراقيش بسعرات حرارية أقل من المعتاد وبرضه بطعم جميل جنب أي مشروب دافي. يلا نبدأ بالمقادير. كل المكونات هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف وبالكميات. أول خطوة هبدأ بيها هي الخميرة علشان أعرف هي نشطة ولا لأ. معايا 3/4 كوباية مية دافية، ضفت عليها معلقة سكر كبيرة وكمان معلقة كبيرة خميرة، وبقلبهم مع بعض وأسيبهم على جنب لحد ما أحضر باقي المكونات. هاحتاج 4 كوبايات دقيق، طبعًا باقيس كل المكونات بنفس الكوباية اللي حضّرت بيها الخميرة، وهاضيف عليها كوبايتين دقيق شوفان، اللي هو دقيق الشوفان بالردة بتاعته، وهاضيف رشة ملح كبيرة، ومعايا نُص معلقة ريحة كحك، وباقلّب كل المكونات دي مع بعض كويس. هاضيف عليهم السمنة السايحة، وهابِس الدقيق بالسمنة كويس، وأنعّمه خالص، وبعد ما أتأكد إن السمنة اتوزّعت على الدقيق كويس وناعم، باضيف 4 معالق سمسم. وهاضيف الخميرة بعد ما اتأكدت إن هي نشطة، وهنا أنا بالِم العجينة ما باعجنهاش، وزوّدت كوباية مَيّة دافية كمان ولمّيت العجينة، ودي العجينة بعد ما خلصت طرية ومتماسكة. باسيبها ترتاح لحد ما أحضّر الصواني، تقريبًا باسيبها 5 دقايق مش أكتر من كده. باخد جزء من العجين وبافرده بين أكياس تخزين أو أكياس مطبخ، بافردها الأول بإيدي وبعد كده باكمّل بالنشابة، بافردها سمك سنتي. وأقطّعها بالسكينة صوابع، تقدري تتحكمي في الحجم اللي أنتِ عايزاه، باساوي الصوابع ببعض وبارصّهم في صينية محضّراها بورقة خبز أو مسح الزيت، علشان القراقيش ما تلزقش في الصينية. ودي كمية القراقيش اللي إحنا عملناها، باسيبها تخمر مش أكتر من ساعة في مكان دافي، وما تنسيش تغطّيهم، وبادخّلهم فرن متسخّن على درجة حرارة متوسطة في الرف اللي تحت. أخدت مني 20 دقيقة، خلّي عينِك عليها. ولفي الصينية وهي في الفرن عشان كلها تاخد نفس اللون، وبتعرفي ازاي انها استوت بتلاقيها اخدت لون ذهبي من تحت ومن فوق. وده كان شكلها. ريحتها جميلة قوي وكمان مقرمشة وطعمها حلو جنب اي مشروب دافي، وبسعرات حرارية برضو اقل. وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربها. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير ان شاء الله قريب. وباي باي.